يبدو بأن العلاقات الفرنسية الجزائرية مكتوب عليها التوتر وعدم الثبات على موقف واحد أو قضية توافقية منذ عقود، فبعد رفض الجزائر فتح مجالها الجوي أمام الطيران الحربي لقصف النيجر في عملية عسكرية لاستعادة الحكم في هذا البلد، مقابل موافقة النظام المغربي فتح مجالها الجوي أمام فرنسا لقصف النيجر واستخدام بلاده كقاعدة عسكرية لممارسة حملاتها العسكرية. علقت فرنسا في أول رد رسمي على القرار الجزائري، حيث أكد قائد الجيش الفرنسي بأن فرنسا لم تتقدم بأي طلب للجزائر لاستخدام مجالها الجوي لقصف النيجر في محاولة لتسميم العلاقة وتصعيدها لأبعد المستويات، وهي ادعاءات كاذبة اعتادت عليها الإدارة الفرنسية، مثلما ادعت بأنها لا تريد شن حرب عسكرية على النيجر لاستعادة وإعادة محمد بازوم إلى منصبه كرئيس للبلاد، ولكن ممارسات فرنسا على أرض الواقع تثبت عكس ما تدعيه الإدارة الفرنسية. هذا وأكدت العديد من الجهات أن الجزائر أغلقت كل المنافذ البرية والجوية على فرنسا ومنعتها من التمدد على حساب الشعب الإفريقي، بعدما رفضت كل الشعوب الإفريقية تواجد فرنسا على أراضيها. كما أن قرارات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ضد ممارسات الإدارة الفرنسية كانت ندية لأبعد الحدود، بعدما تعهدت الجزائر بأن علاقاتها مع فرنسا ستكون ندية وجدية أكثر من أي وقت مضى.